تعالوا بقى نعمل الكاتشب. هنعمله زي الجاهز بالظبط ومش اي نوع، ده احنا هنعمل نفس النوع المقطع اللي كلنا كنا بنجيبه وبنحبه، بس للأسف عشان بيدعم اللي ما يتسموش فاحنا مقاطعينه. الطريقة دي بقى هتديكي نفس النتيجة، وكمان مش هياخد وقت خالص، يعني ممكن في 5 دقايق تكوني مخلصاه لو الصلصة عندك جاهزة ومتسبكة وكانت في الفريزر زي ما انا عاملة كده. فزي ما هي متجمدة كده نزلتها في الحلة، بس ضفت عليها كده يعني شطفت الكيس كده بشوية مية وحطيتهم عليها عشان انا بعلي النار واقلبها على طول تفك في دقيقة، بتفك معايا تمام. اول ما بتغلي كده هبتدي بقى انزل عليها بمعلقة كبيرة ممسوحة من البصل البودر ومن الثوم البودر وربع معلقة صغيرة من الملح، وهنزل كمان ب4 معالق كبار من العسل الابيض، عسل النحل. تمام. هو دلوقتي انا ده كيلو طماطم، يعني انا ببقى جايبه كميه الطماطم وبحاول يعني لو انا جايبه 5 كيلو اعمله 5 اكياس، ممكن يبقوا 6، يعني ده كيلو او يقل عن الكيلو حاجه بسيطه جدا. تمام. بعد ما ضفت العسل هنزل كمان بربع كوبايه من الخل، وهنزل كمان بمعلقه كبيره ممسوحه من البابريكا. هقلب كويس قوي، وبعد كده هتغلي غلوه كده لان هي خلاص جاهزه معايا. هعديها على مصفى كده، انزلها من المصفى، لان ساعات الثوم البودر والبصل البودر دول البهارات بتاعتنا ممكن تكون يعني عملت اي تكتلات، فلازم نعديها من المصفى، بتديكي النتيجه افضل بكتير جدا. شايفين القوام؟ وكمان كده كان لسه دافي، يعني ما كانش لسه بارد تماما. وعايزه اقولك ان الطريقه دي بتخليه كمان يقعد عندك فتره اطول في التلاجة. يعني انا عملته كان قاعد عندي اسبوعين. تمام. بس خلص، يعني هو اسبوعين وخلص. عايزه اقولك ان هو كان زي الفل، يعني لو كان فيه كان هيبقى كويس معايا في فتره اطول كمان من الاسبوعين. يعني انا اللي جربته ان هو قعد معايا اسبوعين وكان جميل جدا، ما حصلوش اي حاجه. بعكس اللي كنا بنربطه بنشا، ده هو حلو في وقتها لكن لما ما بيقعد بعد كده بتلاقي عمل ميه كده، النشا فصلت كده. اما الطريقه دي مضمونه 100%. ولو وصلتوا لحد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم اللي بيحبوا الكاتشب.